يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح أعمل معكم حلا الخشخش البارد، وصفة كتير طيبة وسهلة بنفس الوقت. تابعوا الفيديو للآخر لتشوفوا كيف بنعمله، ولو بعدكم ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من وصفاتي. ويلا نبلش وصفتنا بالمقادير. أول شي عندي باكيت من الشعرية الباكستانية، راح أكسرها. أول خطوة راح أكسرها وما راح أخليها هيك كبيرة بالشكل هذا. بعد ما كسرتها هلأ راح أرفعها على الغاز لا أقلبها شوي بالزبدة. راح بضيف ربع قالب زبدة، وراح أسيحها شوي وأضيف عليها الشعرية اللي كسرتها. تمام هيك. هلأ راح أضيف الشعرية وأقلبها مع الزبدة. راح أقلبها منيح لحتى كل حبات الشعرية تتغلف بالزبدة بالشكل هاد. يا الله ما أحلى الريحة، كتير حلوة، بنصحكم تجربوها. تمام هيك. بعد ما قلبت الشعرية بالزبدة هلأ راح أطفي تحتها وأتركها لحتى تبرد، وراح نبلش بالكريمة. أول شي عندي علبتين من القشطة، وظرف من الكريم كراميل، وظرف من الكريمة البودرة، ولو عندكم كريمة سائلة بتضيفوا كوب. وهلأ راح أضيف الحليب المحلى المكثف كوب. طبعا أنا عملته قبل هيك معكم بفيديو مسبق، راح أحط لكم اللينك بصندوق الوصف. تمام هيك. وهلأ راح أضيف نص كوب من الحليب السائل، وهلأ راح أضربهم بالمضرب الكهربائي ليتجانسوا كل المكونات سوا وتتكون عندي الكريمة.
هلأ بعد ما جهزت الكريمة رح بجيب البايركس وبضيف طبقة من الشعرية اللي حمصتها، ما رح أكتر يعني، شوي طبقة خفيفة بالشكل هاد. راح بوزع الشعرية بكل البايركس. وهلأ بجيب حليب سائل وبسكوت مالح، وضروري بهالوصفة البسكوت المالح مش البسكوت الحلو. وراح بغطسه بالحليب وبعدين برصه فوق الشعرية بالشكل هذا. تمام هيك. وهيك بعد ما رصيت البسكوت فوق الشعرية، هلأ راح بجيب الكريمة اللي أنا عملتها وراح أنزل فوق البسكوت بنص كمية الكريمة بالشكل هاد. بوزعها فوق البسكوت وهلأ بساوي سطح الكريمة لتغطي كل حبات البسكوت، وبكرر هيك الخطوة مرة تانية. بضيف شعرية وبعدين بسكوت تمام هيك. هلأ بضيف كمية الكريمة اللي بقيت عندي. راح بوزعها فوق البسكوت بالشكل هاد. بنصحكم تجربوها، وصفة كتير طيبة. تمام هيك. هلأ راح أضيف الشعرية، كمية الشعرية اللي بقيت عندي على سطح الكريمة، وهيك بتكون جهزت. راح أرفعها بالثلاجة من تحت، تقعد شي ساعتين أو 3 ساعات، وبعدين بقدمها بالشكل هاد.
شاء الله تكون وصفتنا لليوم عجبتكم، وإن عجبتكم لا تنسوا تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم، وبشوفكم فيديو جديد بوصفة جديدة من وصفاتي.